الجزائرية على اساس انها فرنسا رجعت خاضعه الجزائر. يعني كاين عناوين كبيره، كاين تراجع بسبب الصحراء المغربيه، انتصار دبلوماسي جزائري كبير. دونك كما قلت الاخوان غادي نحاولوا اننا نشوفوا هذا الحدث هذا ديال هذه الزياره ماشي كتحليل سياسي، انما في السياق ديال الحرب اللي دايرها الجزائر على المغرب. غادي نشوفوها من هذا السياق هذا، لان الزياره والتحليل ديالها السياسي استرقوا ليه مجموعه ديال الصفحات عندنا في المغرب، وكاينين الناس اللي مؤهلين اكثر مني في المساله ديال الدبلوماسيه والسياسه الخارجيه اللي طرقوا لهذا الموضوع هذا. دونك ما غاديش ناخذوا الموضوع من هذه الزاويه هذه. السؤال اللي غادي يطرح في هذه البدايه ديال هذا النقاش هذا هو واش الواقع، واش هذه الزياره هذه تبدلات ولا الروايه فقط هي اللي تبدلات. ملي كنهضروا على الروايه الاخوان راه ديما كندير الريفيرونس لهذه المساله هذه. الروايه في سياقنا هو كيفاش الصفحات كيسوقوا لواحد الموضوع ولا كيفاش كيخرجوه. الناس اللي ما تبعوش من البدايه، فالروايه في السياق ديال هاد المباشرات اللي كنديروا، الروايه هي كيفاش كيتسوق الاحداث، خصوصا الصفحات الجزائريه في التعامل ديالها مع المغرب. واليوم غادي نفككوا هذا المثال باش نفهموا كيفاش كتخدم ديك الحرب الرقميه وديك الحرب ديال مواقع التواصل الاجتماعي اللي نهجها الجزائر ضد المغرب. دونك المحور الاول غادي نطرقوا المساله ديال الواقع السياسي الحقيقي للزياره، وحنا غنعطيو غير مجموعه ديال الحقائق اللي موجوده ما فيها لا تحليل لا والو. يعني نبداو بدون عاطفه وبدون تحليل معمق، لان ماشي هذا هو الموضوع ديال المحتوى ديالي. الزياره كانت فيها يومين. البرنامج الرسمي اللي كان ديكلاراوه صفحات جزائريه وبلاتفورمات عالميه كان التعاون الامني، كان مكافحه ديال الارهاب، الهجره غير النظاميه او الهجره غير الشرعيه، تبادل المعلومات الاستخباراتيه. وهذا النوع ديال الزيارات راه كيطرا بين الدول بشكل دوري، يعني ماشي شي حاجه خارجه على المألوف، غير هي مع السياق ديال العلاقات اللي كانت متوتره بين فرنسا والجزائر من 2024 مني خرجت فرنسا كتساند يعني الحكم الذاتي ديال الصحراء المغربيه. يعني كتعطيها واحد شويه ديال انها ماشي عاديه في هذا السياق هذا. دونك الاهم هو رغم ان هادشي كاع اللي تم الترويج ليه في الصفحات، الذباب الالكتروني، الناس اللي تم التجنيد ديالهم بطرق مباشره وغير مباشره، الصفحات اللي تابعه للدوله او الحكومه الجزائريه، والصفحات اللي مموله خارج الجزائر، ففرنسا ما غيرتش الموقف ديالها من الصحراء المغربيه. ما كاين حتى شي بيان جديد، ما كاين حتى شي تراجع سياسي، وما كاينش شي مراجعه للموقف. يعني الا شفتي الصفحات الجزائريه والاعلام الرسمي والغير رسمي غتعتقد بلي ان راه مجموعه ديال الحوايج تبدلات وتم التسويق لذاك الحدث بواحد الطريقه ما كتعكسش الواقع تماما. يعني بالنسبه للناس اللي ما متابعينش الاحداث وتيقلبوا على الحدث وعلى الاخبار الصحيحه ومنين يجيبوها، راه ساهل باش يتجروا، ساهل باش انهم يمشوا في واحد السياق معين. وهذا مشي في السياق معين هو المبتغى ديال الحرب هذه اللي نايضه في هذا العالم هذا. يعني دبلوماسيا العلاقات الامنيه تم الاستئناف ديالها، لكن المواقف السياسيه باقا ثابته. حتى من وسائل الاعلام الفرنسيه الا دخلتي يعني درتي تصفحتي واحد المجموعه ديال الجرائد الالكترونيه ومجموعه ديال القنوات اخباريه، فالزياره تم التسويق ديالها او تم التقديم ديالها على اساس اعاده تنسيق امني بعد التوتر الدبلوماسي اللي كان بين جوج دول، ماشي شي تحول جيوسياسي كما سوقوا ليه في الصفحات ديال الجيران. دونك الخلاصه في الواقع السياسي، الزياره كانت تقنيه محضه، رغم انها تبدلت من تقنيه الى سياسيه، لان في النهار الاول كان نقاشات حول المواضيع اللي قلنا بين جوج وزراء، في المره الثانيه في النهار الثاني بليطو
تم استقبال وزير الداخليه من طرف رئيس الجمهوريه، يعني المستوى تبدل من تقني الى سياسي اعلى مستويات. وما يمكنش ننسى واحد القضيه هنايا، واحد النقطه مهمه جدا، هي ان يعني في الاعراف ديال العلاقات الدبلوماسيه وفي نطاق التخصص، هذه المسائل هذه كتدخل في نطاق التخصص ديال وزير الخارجيه او وزاره الخارجيه. وربما بعض النقاط التقنيه كتدخل في نطاق وزاره الداخليه، لكن علاش بالضبط وزير الداخليه تصيفط للجزائر؟ وهذا تساؤل مشروع، لان وزير الداخليه فان يعني كتعامل مع الداخل، مع الولايات ديالك، وكانت الهضره فيه ما يتقال. هذه المساله ديال وزير الداخليه باش يتناقش هذه المواضيع ويتلاقى مع رئيس ديال الدوله فيها نقاش اخر بلا ما نجرفوا بعيد. دونك في المحور الثاني ديال هذا المباشر هو كيفاش الاعلام ديال الجزائر خدا هذا الحدث ديال هذه الزياره هذه ودار الصياغه ديالو يعني بطريقه اخرى. السلام عليكم سي بن ناصر، بخير، تحياتي. الحدث يتم تطويعه لخدمه الايديولوجيه معينه. نعم، الجزائر نجحت في تاطير الموقف التونسي الذي اصبح معاديا لموقف المغرب تماما. دابا الاشكال هذه النقطه فيها نقاش سي بن ناصر، لان تونس عندها مشكل كبير اصلا. تونس يعني كتعاني من مشاكل كبيره، وكنظن ان فرضات عليها الظروف انها يعني تمشي في ذاك السياق هذاك. للاسف الشديد فرضات عليها الظروف، لكن الخطير في الامر سي بن ناصر هو ان حتى الجزائر، وهذا الشيء مازال غادي يخرج، لان المساله دي فيها نقاش كبير ومازال كاينه تقارير حاليا، كاينه تقارير كتهضر على ان كاين تدخل سعودي غير مباشر في تأطير يعني العالم الرقمي في الجزائر، لأن الإمارات في التوجه ديالها واضح توجه مع المغرب، والسعودية عندها إشكال مع الإمارات، إشكال أبدي، وإشكال ما كنظنش غادي ينتهي. دونك كاين واحد الحرب للأسف الشديد فيها أطراف أخرى. وهنا علاش الاهميه ديال هاد المواضيع اللي كنطرقوا ليها في نطاق الحرب الرقميه في مواقف لي بلاتفورم ديال التواصل الاجتماعي مهمه جدا، لان هاد الرقعه اللي حنا فيها سخونه بزاف، وكاينه قوى داخله، وكاينه حروب ثنائيه، وللاسف الشديد كيتخدموا فيها اطراف بطريقه غير مباشره. هادشي علاش هذا الموضوع هذا حساس جدا، وهاد المسائل هذه يعني كتفرض راسها، وكنحاولوا اننا نديروا واحد شويه ديال التاطير على قد المستطاع، رغم ان التفاعل احيانا تيكون محدود، ولكن يعني كنحاولوا. دونك الاخوان المساله ديال كيفاش الاعلام الجزائري عاد الصياغه او لا خرج لنا هذا الحدث او هذه الزياره باشكال اخرى. فالناس اللي مطالعين على الوسائل الرسميه او الاعلام الرسميه في الجزائر وكيتبعها شويه، غادي تلقى واحد المجموعه ديال العناوين كبيره كتزعزع كتخلع، يعني لا الوسائل الاعلام الرسميه لا غير رسميه. وكما قلنا غير رسميه راه فيها يعني فيها حديث، راه كلشي ديال الدوله كما كنا قلنا يعني خرجت واحد اللغه مختلفه. فكتلقى عناوين عارضه، مثلا فرنسا تعود للجزائر، هذا عنوان. باريس تبحث عن استرضاء، توازن جديد بعد ازمه الصحراء. يعني كتلاحظوا واحد الفرق بين الحدث ديال الزياره ديال وزير داخليه لوزير داخليه او لدوله، لكن الزاويه اللي كيقدموا منه الحدث تبدلات بزاف. وهذا راه ماشي عشوائي، وماشي غير الناس تيحاولوا يسترزقوا من مواقع، هذا راه مخطط، هذه راه اجنده تيخدموا عليها الناس، وبطبيعه الحال كيستافدوا منها ناس اخرين في الطريق، كاي حرب.
فين ما لقيتي اي حرب كتلقاها بين جوج ديال الدول ولا جوج ديال الجهات، كتلقى ديما ناس ما عندهم حتى علاقه بالحرب، ولا اصلا عندهم علاقه بالحرب وكيسترزقوا منها. راه نفس الشيء حتى في الحرب الرقميه. وهنا هاد الشيء كنسميوه فريمين ولا التاثير الاعلامي. اعتذر. يعني راه ما كيتبدلش الخبر اعتذر او الحدث. اش اللي كيتبدل كيفاش كيتفهم. اعتذر. يعني غادي نعطي واحد المثال هنايا بالنسبه للزياره في حد ذاتها. الا لاحظتوا ولا الا بغيتوا تمشيو تلاحظوا في القنوات الرسميه اللي دارت تغطيه لهذا الحدث، غادي تلقاو باللي كان التركيز بزاف على وكانوا لقطات كثار من الاستقبال. داك الاستقبال الرسمي ركزوا عليه بزاف. علاش؟ لان الصوره الرمزيه والصوره كتلصق في الذهن ديال الانسان اكثر ما كتنسق اي تفاصيل ولا اي تحاليل او اي تحليل. او الصوره عندها عندها تاثير اقوى وكترسخ في الذاكره ديال الانسان. فالمشاهد العادي اللي ما مأطرش ولا اللي ما واعيش بالخلفيات ديال هذا الشيء كامل، اش تيقول؟ تيشوف تتبان ليه شي حاجه كبيره تبدلات. وهاد المساله هادي الاستراتيجيه هادي اش كتخدم واحد المجموعه ديال المسائل. ولكن واحد جوج النقط اللي بغيت نشير لهم في هذا السياق هذا هو هاد المجموعه ديال البلاتفورمات وهذا النوع ديال الحرب. اش كدير يعني كتزرع معطيات ومعلومات غلطه، كتدخل الشك في المواطن اللي هو المواطن المغربي، كتخليه في واحد الدوامه ديال الشك. وفي نفس الوقت كتعطي واحد الانطباع للمواطن الجزائري البسيط باللي راه المسائل عندنا في المغرب يعني كارثه، وراه الجزائر دايره. يعني ملي كتشوفوا خرجات ديال مواطنين عاديين في الجزائر وكناخذوهم حنايا من باب الاستهزاء، راه الله يكون في العون. راه ما عارفين شو ماشي حاجه اخرى، راه داكشي اللي تم التسويق ديالو ليهم. يعني ماشي من باب الغباء او لا من باب انهم المواطن العادي مسكين ما عارفش. لان لاجوندا ديال العسكر في الجزائر راه ماشي غير محاربه المغرب، راه تيهدئوا حتى المواطن الجزائري العادي وتيسوقوا ليه حتى هو واحد الصوره. يعني راه ماشي حرب غير ضدنا حنا كدوله وعندهم اشكال معنا، راه حتى ديال المواطنين ديالهم. لان ملي كتشوف التغطيات الرسميه وكتشوف البيانات اللي خرجات، ما خرجتش على السياق العادي ديال الزياره وعلى المحاور اللي تم النقاش ديالها. دونك الخلاصه بالنسبه للحرب الاعلاميه الى جينا نخلصوا يعني في هذا السياق ديال هذا المباشر ديال اليوم، الحرب الاعلاميه في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الاعلام الرسمي راه ما كتخلقش احداث جديده، انما كتخلق تفسير جديد للاحداث. وهذه هي النقطه الاساسيه. لان ما يمكنش غادي تغير الواقع، انما كتغير كيفاش الانطباع ديالنا لهذاك الواقع. وغادي نطرق لهاد النقطه هذه من بعد. المحور الثالث الاخوان هو غادي كيفاش كدوز الروايه كما قلنا او السياقات ديال واحد الحدث معين من الاعلام الرسمي لمواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا في الجزائر وخارج الجزائر. وهذه هي المرحله الخطيره جدا. يعني من الاعلام كيصنع واحد الاطار عام وتيدير واحد التاثير لواحد الحدث، كيخرجوا السوشيال ميديا واللي بلاتفورم
كاين طرق مباشره وطرق غير مباشره. كما شرحنا في مساله ديال التجنيد المباشر غير المباشر، كيخرجوا دوك المواضيع ودوك العناوين ديال هذاك الحدث كيف ما اطروه تيخرجوه للسوشيال ميديا. السوشيال ميديا اش كدير؟ كتكبرو، كتضخم. دونك اشنو واقع رقميا فهاد الحاله هادي؟ كتلقى ساعات كتلقى صفحات سياسيه، صفحات ديال الاشخاص، قنوات اليوتيوب، حسابات الفيسبوك كبيره، كتلقى بدات كدوز نفس الرسائل وكتكرر نفس العناوين. كما قلنا فرنسا تراجعت، الجزائر فرضت شروطها، المغرب خسر دبلوماسيا، يعني وكتلقى هاد العناوين المثيره وكتلقاهم يعني في كاع جميع دوك الصفحات هذوك. وكيفاش كينتشر هادشي؟ كما كنا طرقنا لهاد المساله هادي وما غاديش ندوز فيها بزاف ديال الوقت. كاينين 3 ديال المراحل. المرحله الاولى ديال التكرار، يعني نفس الجمل كيتعاودوا وفي منشورات، يعني في مباشرات، في مقاطع كيتقطعوا كيتركبوا. وكاين تبسيط، لان تاخذ واحد الحدث اللي ربما هو معقد الا جيتي يعني تحللو وتناقشوا، ما عندهمش مغارات كاع بهذاك الحدث ولا التعقيدات ديالو، ولا يعطيك واحد التحليل وتيحول داكشي كامل لواحد الشعار ساهل باش يترسخ لك في الدماغ، وساهل باش تم المشاركه ديالو. وكاينه المرحله الثالثه ديال الاستفزاز، يعني كتكون واحد العناوين مخدومه وموجهه لجذب ردود ديال المغاربه. وهنا فين كنا طرقنا الموضوع اكثر من مره ديال المساله ديال الاستفزاز والعاطفه، ويعني هاد المسائل اللي طرقنا ليها. وهنا فين المغاربه كيبداو يتفاعلوا، كيدخلوا الصفحات، كيتجاوبوا. يعني كاين اللي تياخذ مقاطع من مجموعه ديال المباشرات، اولا كياخذوا مقاطع من تيك توك وتيخدموا عليهم ويديروا لهم المونتاج وتيجاوبوا ويتفاعلوا مع داك المحتوى، ظنا منهم انهم كيردوا على هذوك الهجمات، ولكن راهم تيخدموا المحتوى الاصلي، لان كما قلنا الخوارزميات عارفه المحتوى الاصلي، واخا تاخذ منه غير واحد الجزء صغير كتمشي لذاك المحتوى الاصلي لانه جاب ردود الافعال وكتدفعوا، وكيولي ترند عالمي، ماشي تا على مستوى المنطقه. يعني كيتزيد الانتشار ديال ديك الروايه اللي خرجوها همايا بطريقه غير مباشره، تنزيدوا حنا كنعاونوا هذه المساله هذه. دونك الغريب في الامر هو ان في مجموعه ديال هاد المباشرات هادو كتلقى التفاعل ديال المغاربه اكثر من الجزائريين، ولا اكثر من الدوله الاصليه اللي جاي منها هذاك المحتوى. والخوارزميات راه كتفهم حاجه وحده من هادشي كامل، اش كتبان لي هذا المحتوى مهم بغض النظر اش اللي فيه، ما عندهاش غرض اش اللي فيه. كتشوف المحتوى معاه تفاعل، خداوه الناس، خدموا عليه، الناس كيتفاعلوا معاه، وكتزيد كتدفعوا اكثر. يعني كما قلنا راه حنا تنساهموا في ديك لاجوندا ديال ديك الدوله بطريقه غير مباشره، سواء كمتتبع عادي كنعلق، سواء كصانع محتوى كناخذ فيديوهات وكنقطع منهم وكنحاول نجاوب ونرد حتى انا. راه نفس الشيء، راه كتخدم غير لاجوندا ديال داك المباشر اولا ديال داك صاحب المحتوى اللي كيضرب في المغرب، وانت كتزيد ليه للاسف الشديد. يعني الخلاصه الاخوان هو ان الروايه الرقميه او كيفاش كتسوق يعني لي بلاتفورم ديال السوشيال ميديا لهاد الاحداث كتنجح ملي كنوليو حنا بروسنا كنساهموا في النشر ديالها، عن طريق التفاعلات، عن طريق ليموجي، عن طريق قطع مقاطع من الفيديوهات ديالهم ونردوا عليهم. وللاسف الشديد كاينين الناس عندنا في المغرب صفحات كثيره عندهم متتبعين كثار، هذا هو المحتوى الرئيسي ديالهم، ظنا منهم راه تيدافعوا على المغرب، وظنا منهم وعندهم متتبعين كثار، لكن للاسف الشديد راه كيضربوا في العمق ديال المصالح ديال البلاد بدون ما يعرفوا، بطريقه غير مباشره، وكيخدموا اجنده ديال
قوى اخرى مستهدفانا حنا كدوله. والمحور الرابع غادي نطرقوا المساله ديال الفرق بين العالم الواقعي والعالم الرقمي، العالم ديال السوشيال ميديا. وخدينا المثال ديال هذه الزياره ديال وزير الداخليه الفرنسي للجزائر كمثال اليوم. وكما قلنا طرقنا لهذه المساله هذه، درت واحد الفيديو البارح، للاسف ما لقاش تفاعل كبير، وانما طرقت لهذه المساله هذه وحاولت نعطي واحد الرؤيه ولا واحد القراءه، وتعمقت فيها واحد شويه، لان الزياره في حد ذاتها عندها سياقات كثيره. ففي الواقع الدول يعني بصفه عامه فاش كتعامل يعني وكتفاوض مع دول اخرى، فكاين مبدا واحد هو مبدا ديال المصالح. لكن في مواقع التواصل الاجتماعي او في العالم الرقمي، الجمهور كيتحرك بالمشاعر. وإلا جينا ندير واحد المقارنه بين مثلا يعني الواقع السياسي مثلا، او في السياق ديال المغرب والجزائر، دابا السياسه او الدبلوماسيه كتاخذ وقت طويل وكتحرك بواحد البطء ومعقده. يعني هذا الشيء اللي وصل ليه ملف ديال الصحراء المغربيه راه سنين وسنين ديال الخدمه، راه ماشي غير جاو راه سنين وسنين ديال الخدمه. ولكن في السوشيال ميديا راه العكس، كيتم التسويق لهاد المسائل هذه بواحد السرعه، كتلعب على ثنائيه ثنائيه ديال رابح خسر، ما عندهاش هي واحد الميدل جراوند، ما عندهاش الوسط او الوسطيه. وهنا كتنجح استراتيجيه الرقميه، لانها كما قلت قبيله راه يكفي ان يتخلق واحد الاحساس عند المغربي بان المغرب راه تحت الضغط، راه يعني ما كاين ما يدار، راه ما كاين لا نجاحات، راه كلشي غير كذوب، يعني كاع داكشي اللي كيتسوق ليه في لي بلاتفورم ديال الجزائر، رغم ان راه في الواقع راه كاين واقع دبلوماسي كيفرض راسو. وهنا كنتفكر هنا راه فاش كنهضروا بهذا السياق هذا، راه ما كيعنيش انني كنهضر على المغرب واعر كله، لان كاين واحد التعليق ديال واحد الاخ في واحد من الفيديوهات ديالي، علق يعني الفيديو دائما في السياق الحرب الرقميه وكيفاش نتعاملوا معها وكيفاش نتقفوا راسنا في هذه الحرب الرقميه باش ما نطيحوش ضحايا ونزيدوا يعني نخدموا لاجوندا ديال الناس اللي كيهاجمونا. هو التعليق ديالو كاتب فيه ما معناه المغرب تيصنع السيارات، ولكن في الشوارع مازال عندنا الكرارس تيجروهم الحميره عزكم الله. وهذا واقع، يعني هذا واقع طرقنا ليه، قلنا راه كاين مغرب يعني بسرعتين، هذا واقع راه ما تنفيوش. ولكن راه النقاش ديالنا ماشي على هذه المساله هذه. راه كاين مسائل اللي فعلا المغرب راه واصل فيهم، وكاين مسائل راه مازال خاصنا اشواط واشواط، هذا راه نقاش فيه، هذا راه واضح. ولكن السياق ديال هذا المباشر والمباشر يعني اللي دازو من قبل راه هو تيركز على الحرب الرقميه، وتنحاولوا نعطيو واحد النظره ونبسطوها باش الناس تفهم هذه المساله هذه. السي رضوان عزيز، ولكن كيفاش نعرفوا الروايه ديالهم الا ما شفتاش المنشورات ديالهم؟ لان في الاساس الاشكال هذا سؤال في محله خير رضوان، لان المشكل فين كاين؟ ماشي ما تشوفش، راه تقدر تشوف وكتعطيه واحد الميزه الا شفتي الفيديو، ولكن الخطر فين كاين؟ ماشي في تشوفه، الخطر في انك تتفاعل معاه فيزيكمون، تفاعل معاه يعني اما كرد فعل، لان الخوارزميات رغم انها كتعطي اهميه للناس اللي كيتفرجوا، ولكن ماشي بنفس الاهميه ديال واحد اللي كيتفاعل، لكن ذاك التفاعل هو اللي فيه كلشي. راه ممكن راه كنا كنتفرجوا في صفحات وكنتبعوا مواقع وكنتبعوا، ولكن الضرر ديال انك تشوف اقل بكثير من الضرر ديال انك تفاعل، سواء بمنشور او سواء بايموجي او كما قلت قطع
مقطع، لان هذا تيشكل خطر كبير، لان الخوارزميات ملي كدير هذه المسائل هذه يعني راه تفاعل كبير. وتقدر دير تجربه، غير تجربه عاديه، راه كاين فيديوهات اللي كتشوف فيها مشاهدات طالعه، ولكن فاش كتمشي كتقلب في التحليل ديال الفيديو في الفيسبوك ولا في الميتا كتلقى لونغاجمون قليل، واخا راه كاينين مشاهدات كبار ولكن لونغاجمون قليل. هنا فين كاين داك الاشكال ديال التفاعل، لانه ضروري خصك تشوف، ما يمكنش باش ما تشوفش. الاشكال ديال انك غادي تقطع كل شيء، ما يمكنش غادي تقطع كل شيء، لانك راه تقدر تكون ما عندكش علاقه كاع انت بهاد المواضيع هذه وكتطلع عندك. ضروري خصك تشوف. لكن ما قلت الاشكاليه ماشي في الشوفان بالضبط، هي عندها تاثير ماشي ما عندهاش تاثير، ما يمكنش غادي نفيه، ولكن التفاعل في حد ديال انك تتفاعل معاه كما قلت هو اللي تيخلق هذا المشكل هذا اكثر. تطور الدول ياتي بشكل تراكمي ويأخذ مده طويله. راه هضرنا على الازدواجيه ديال العمل السياسي الدبلوماسي تياخذ وقت، ولكن العالم الرقمي ما تيمشيش بتوازي، لان العالم الرقمي والناس اللي كيخدموه لمصالح معينه ما عندهمش مغارات بالواقع، عندهم مغارات انهم يبدلوا كيف كتشوف انت داك الواقع، اما الواقع راه ما يقدروش يبدلوه. دونك علاش كيلعبوا على ديك المساله، ديك الحيتيه ديال انهم يبدلوا الطريقه ديال كيفاش كتشوف داك الواقع هذاك. هذه هي علاش كيلعبوا. لكن ما قلنا الحرب الرقميه راه ماشي الهدف ديالها تغيير الواقع، الهدف ديالها هو تغيير ادراك الناس لذاك الواقع. وهنا فين كاين الاشكال. لكن ما قلنا في المباشر ديال يعني في الفيديو ديال البارح، راك طرقت لهذا الموضوع هذا خصوصا ديال هذه الزياره هذه، وكيفاش ان يعني غير باش نبسطوا ونعطيو يعني نحاولوا نبسطوا اكثر هادشي اللي كنا تنقولوا كاع في هاد المباشرات اللي دازوا، كيفاش ان واحد الحدث معين اللي طرقات ليه وسائل اعلام عالميه كيفاش خداتو الجزائر وبدلاتو ولعبات عليه ورداتو انتصار داخلي او انتصار دبلوماسي. لان الخطير في الامر هو ان كاين تفاعلات ديال المغاربه بزاف، كاينين مغاربه اللي المحتوى ديالهم مبني على اشنو الجزائر كتخرج، اعتقادا منهم انهم تيدافعوا على البلاد، والاخطر من ذلك هو انها ماده باش العسكر الجزائري كينعس الشعب ديالو، لان تيشوفوا باللي راه يعني كاينين انتصارات، تيشوفوا باللي راه وهما اصلا عايشين في واحد القوقعه، رغم ان العالم الرقمي والسوشيال ميديا كبير، ولكن عايشين في واحد العالم ديالهم غير بوحدهم، وتم التاثير ديالهم بكري. يعني راه هاد الاجنده راه ماشي غير موجهه ضد المغرب، راه موجهه ضد الشعب العادي في الجزائر. هنا فين كتكمن الخطوره ديال هذا. وكما قلت في السياق ديالنا حنا في شمال افريقيا راه كاينه قوى، وراه شرط هذه المساله راه كاينه تقارير خارجه كتهضر على التدخل السعودي بشكل مباشر وغير مباشر في التحكم في الدبابه الالكتروني والسوشيال ميديا ديال الجزائر، وكتوجهها ضد المغرب، ماشي بطريقه مباشره على ما اعتقد، وانما كطريقه باش ترد على الوجود ديال الامارات في المنطقه، وعلاش الامارات انحازت للمغرب. لان العلاقات ديالنا مع السعوديه يعني علاقات يعني جيده رغم الاختلافات اللي كانت، ولكن فيما يتعلق بالمصالح فهنا مساله اخرى. والانسان اللي ما كيكونش واعي بهاد الحوايج هادو راه حتى خرجوا يعني حتى تم اخراج يعني مجموعه ديال الملفات ومجموعه ديال التقارير، عادوا لينا كنشوفوا هاد الحوايج هادي وكنفهموا شنو اللي طاري في العالم الرقمي، راه لا علاقه مع الواقع. وكتشوف علاقات دبلوماسيه، وكتشوف يعني
كل شيء على ما يرام، ولكن راه كاينه حرب نايضه في العالم الرقمي. وهذا الشيء راه ماشي غير جا هكاك، ولا هذا الشيء راه مبرمج ومخدوم، والناس راه مشاو بعيد. راه اكتشفت هاد المساله ديال الذباب الالكتروني ديال السعوديه، راه تقريبا من اخطر الذباب الالكتروني في العرب، الا ما كانش في اسيا وافريقيا، لان ممنهج مموال وكيخدم باستراتيجيه. دونك راه المنطقه عندنا حنا راه منطقه حساسه، والتحركات اللي كتبان مؤخرا راه ماشي عشوائيه، راه تحركات مبنيه على مجموعه ديال المعطيات. دونك الاخوان كنرجعوا نهضروا على المساله ديال الحرب الرقميه، لان الانسان، اغلبيه الناس مازال ربما ما فهموش هذه المساله هذه، او ربما ما تياخذوهاش بجديه. وكاينه دول اللي ربما مازال ما مستثمراش في هذه المساله هذه، يعني كوم الفو. كاينه دول كتستثمر في الترسانات والسلاح واكثر ما لان كما قلنا في احد المباشرات، راه هذا العالم الرقمي راه ولا اقوى ربما من الترسانات والسلاح اللي عندك، لان السلاح يقدر يزكيوه في اي لحظه. وفي نقاشاتنا فاش كنهضروا على الخلاف او الحرب الرقميه بين المغرب والجزائر، راه كنحاولوا اننا نهضروا على اساس راه كنهضروا بين انظمه، لان الشعوب خصوصا في الجزائر راه تم التاثير ديالهم كما قلنا من الصغر. وربما يعني كتهضر مع انسان عنده فكره كابر عليها. لكن الاشكال عاوتاني فين اللي استفزني انا شخصيا وخلاني من ضمن الاسباب اللي خلاني نخرج ندير هاد المباشرات، هو كاينين ناس معايا اكاديميين من الجزائر اللي انسان يعني كتشوفوا تبارك الله مستوى، ولكن فاش كتدخل لهاد المساله ديال الخلاف ديال المغرب والجزائر ما تيبقى لا اكاديمي ولا هم يحزنون. يعني شي يعني انسان كيتبدل، يعني ديك الديماغوجيه اللي كبر فيها كتخرج. السلام عليكم سيدي رشيد، رمضان مبارك سعيد اخويا، بارك الله فيك. يعني ديك الديماغوجيه كتخرج. وهذا هذه المساله صدمتني، لان طرات لي مع جزائريين وطرات لي مع مصريين في السياق ديال كاس افريقيا. ومنين كيتطور النقاشات اخرى سياسيه يعني التعقيدات ديال العلاقه المغربيه الجزائريه، راه كيخرج لك بنادم اخر. يعني خصك ديري اعاده النظر ملي كتقول راه الاشكال عندنا بين الانظمه، راه هذه المساله راه عليها نقطه استفهام، لان راه ماشي كلشي مجند. واحد المفارقه غريبه جدا هو اننا ملي كنهضروا حنا كمغاربه، حنا راه عندنا مشاكل في البلاد، عندنا مشاكل كبيره، ولكن ما غنتسناش انا واحد يجي يتناقش معايا مشاكل ديالي ما عنده حتى علاقه بالمغرب. علاش باغي هو غير يطلع المحتوى ديالو، ولا خدام واحد لاجوندا معينه، ولا ما عندي ما ندير به. علاش غنتبعو انا؟ علاش غنتعامل معاه؟ تفرج فيه واحد شويه في الاتجاه ديالو، ما غاديش نبقى نعاود انا نتفرج فيه كاع، ولا نتفاعل معاه، ولا نتعامل معاه. ولا المشاكل ديالنا غنناقشوها بيناتنا ونحلوها بيناتنا وندابوا بيناتنا. راه غير واحد المثال بسيط، راه تناقش مع شخص جزائري ولا تناقش مع شخص مصري، رغم انه ساخط على البلاد، راه جاي لهنايا وجمعاتك معاه نقاشات اخرين وساخط على الوضعيه، ولكن غير تجبد ليه تقول ليه مصر ولا الجزائر عرفتي شنو، راه يتقاتل معاك. هو راه كاينين جايين حارقين، ولكن راه تقول ليه، يقول لك تحيه الجزائر، تحيه عمي تبون، مصر الدنيا، ما يتفاهمش معاك. علاش حنايا لا؟ دونك هو عندهم هما الحق وحنا ما عندناش الحق. راه جميع الاراء تحترم، ولكن كاين الناس اللي تيقول لك واش الدوله محتاجانا حنا باش الدوله راه محتاجانا في هذا السياق الرقمي، الدوله محتاجانا كاملين. دونك كتبقى مساله واش انت مغربي ولا ماشي مغربي. انا ماشي تنقول المغرب راه مثالي، راه المغرب فيه مشاكل كثيره، وانا اصلا من منطقه فيها مشاكل لا تحصى مهمش.
وحنا من واحد المنطقه راه كما قلنا راه الناس اللي عطاو الدم ديالهم وعطاو فلوسهم وعطاو باش يجيبوا استقلال البلاد، وللاسف الشديد راه مهمشين. ولكن هذا لا يعني اننا نطيحوا نزالقوا في ذاك ونطيحوا في ذاك المشكل ديال اللي هما ما تيطيحوش فيه وتيبغيونا يدفعوا لنا حنا واحد لاجوندا باش نطيحوا فيها. يعني هذا اشكال، وخصنا نفهموا هذه المساله هذه. راه الحرب الرقميه الاخوان، راه الحرب الرقميه راه اخطر من الحرب ديال السلاح في الوقت ديالنا دابا. دونك شكرا لجميع الاخوان اللي تفاعلوا معنا اليوم، فتنا 40 دقيقه. تحياتي لكم ورمضان مبارك سعيد، ونتلاقاو ان شاء الله في مباشر نهار الاحد ان شاء الله. تحياتي، انا